لو انت من الناس اللي استخدمت الفلاتر عشان تعمل صورة زي كده، فخليني اقول لك حاجة مهمة جدا ممكن تخليك تراجع الصور اللي عملتها قبل كده. وفي النهاية برضو اوريك طريقة تحمي بيها نفسك. اول حاجة يا جماعة، اي فلتر بتلقاه على الفيسبوك ما امن بنسبة 100%، وفي بعض الحالات انت ممكن تكون وافقت على الوصول لبياناتك، او يمكن يكون اديت صلاحيات للوصول على بياناتك وعلى ملفك الشخصي، ومن غير ما انت تقرا الشروط او تقرا الصلاحيات. ما كل فلتر انت بتلقاه في الفيسبوك امن بنسبة 100% وتقدر تستخدمه لطول. ولكن قبل ما تدوس على الفلتر وتعمل به الصورة، انت لازم تعرف هل الفلتر ده فيه إمكانية وصول لبياناتي لو أنا ضغطت على الرابط، أو تحاول تبحث عن الفلتر عشان تعرف هل الفلتر ده ممكن يكون خطر على ملفك الشخصي. وبعد كده تعال أنا أقول لك طريقة تحمي به نفسك لو أنت من الناس اللي عملت صورة بالفلاتر الموجودة على الفيسبوك. أول حاجة كده يا جماعة، أفتح الفيسبوك وبعد كده أمشي للإعدادات وأنزل تحت لآخر حاجة. هنا هتلقى التطبيقات ومواقع الويب. أول ما تدوس عليه هتلقى كل التطبيقات والمواقع اللي أنت ربطتها بالملف الشخصي بتاعك. وهنا برضو يا جماعة هنلقى الفلاتر اللي يعني احنا استخدمناها عشان نعمل بيها الصور. هندوس على اي فلتر وهنجي تحت هنا نعمل ازالة. هنعمل تكرار للعملية دي لحد ما نحذف كل مواقع الويب وكل التطبيقات اللي يعني احنا استخدمناها قبل كده. وكده مبروك، انت بنسبة كبيرة امنت حسابك، وما تنسى المتابعة.